اهلا ومرحبا بكم في جديد اخبار المحترفين المغاربه. انطلاقه قويه بصم عليها اغلب النجوم المغاربه، اغلبهم كان حاسم وسجلوا اهداف مميزه هذه الدوره هذه. بدايه مع اللاعب يونس بلندا اللي سجل هدف رائع كما كتشوفوا هنايا. اللاعب استرجع جزء كبير من الامكانيات ديالو، كنتمناو ليه التوفيق. اللاعب الثاني اللي هو زكريا ابو الخلال، هنا كيسجل هدف تعادل الفريق ديالو. تصاب ولكن اصابه طفيفه. اللاعب كيقدم مستويات مميزه، نتمناو ليه التوفيق. اللاعب الثالث هو صلاح ابراهيم، لاعب المنتخب الاولمبي اللي تعرفنا عليه في كاس افريقيا، سجل ثنائيه رائعه. انطلاقه قويه جدا، كنتمنوا ان هذا اللاعب يستمر. لاعب يعني عنده امكانيات مميزه وصغير في السن بزاف. اللاعب الثالث اللي هو محمد البلديني، اللي كنا كنعرفوا محمد البلديني. الانطلاقه ديال المسار الكروي ديالو كانت صعيبه شويه، ولكن السنه الماضيه قدم مستويات جد متميزه في الدوري البرتغالي، حصل على رجل المباراه شحال عدد ديال المرات. ولكن هذا الموسم هذا الانطلاقه ديالو كانت اجمل، انه ساهم في الفوز ديال الفريق ديالو وسجل واحد الهدف رائع. اللاعب يوسف النصيري كما العاده، المستوى الثابت ديالو منذ كاس العالم، المستوى ديال اللاعب في ارتفاع. انطلاقه الدوري الاسباني رغم الهزيمه ديال الفريق ديالو قدم مستويات رائعه وسجل واحد الهدف جميل بالطريقه اللي كنعرفوا عليه، راسيه ارتقى فوق الجميع وسجل بالراس. كان مع الحارس ياسين بونو، قدم مستوى جد مميز. ولكن صراحه فريق اشبيليه السنه هذه مثل السنه الماضيه فريق ضعيف بزاف. اللاعب الرائع عز الدين أناحي سجل هدف رائع بواحد التسديده من خارج منطقه الجزاء. هدف اكد على ان اللاعب عنده امكانيات جد مميزه، وانه غادي يقول الكلمه ديالو في المستقبل. وبصراحه يعني على طول الماتش الدقائق اللي لعبها كامله كان اللاعب يقدم مستويات كبيره، كنتمناو ليه التوفيق.